ضيف جديد على كرسي الاعتراف ببرنامج بكل صراحة. خلاك بروحك. شوف القرش، قلت قاعد اقول داخل شو اسوي؟ اسوي حركة الحرية. مهم جدا وجودك في تفاصيلي. نزار، اسمك الحقيقي وليد وليس نزار، شو السبب قمة تغييره؟ انت الظاهر مشتغلة صح على البرنامج، جايبة معلومات. أنا أول مرة بنسأل هالسؤال على فكرة على برنامج. حروف الصمت. الفنانة الراحلة شمعة محمد رحمها الله ليست والدتك الحقيقية، وما هي الرسالة التي تحب توصلها لها اليوم؟ دام أخذت القلب تاركني لمن. نزار، هل أنت شخصية غامضة؟ في كثير من الإعلاميين والفنانين ما بيطلعوا حياتهم الخاصة على السوشيال ميديا. أنا لا، أنا بطلع مثل ما أنا يعني بسوي كل شيء، برقص بغني، حالي من حال أي بشر. ذنوبك والخطا جلا يا جرح زارني بغدره بلا ميعاد كل معتاد. يسعد مساكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بكل صراحة. ضيفنا لليوم فنان وإعلامي عماني جمع جميع ما سبق في شخصية واحدة، تميز بحضوره العفوي والضحك الدائمة وروحه المرحة الجميلة التي جعلت منه شخصية مقربة من العديد من نجوم الوطن العربي. رحبوا معنا بالإعلامي والفنان المحبوب نزار الزجالي. يا أهلا وسهلا فيك يا أريد، شكرا على الكلام الطيب وهالمقدمة الرائعة والجميلة، وإن شاء الله يا رب أني أكون ضيف خفيف على برنامجكم بكل صراحة. وأكثر شيء أسعدني اليوم أني أنا مسك الختام، يعني منو قدي اليوم في الحلقة. نزار نورتنا اليوم، كيف استعدادك لكرسي الاعتراف؟ والله يلا إن شاء الله نحاول أن نكون صريحين. أكيد طبعا، كرسي الاعتراف كرسي الإعدام أكيد يعني. إن شاء الله بتكون أمورك طيبة. نزار، رح نبدأ تمام بالأسئلة حاليا. نزار، انطلاقتك في عالم الفن والإعلامي متى وكيف كانت؟ يعني انطلاقتي أكيد حالي من حال أي فنان أو أي مشهور أو أي إعلامي، كانت من المدرسة، في طابور المدرسة، في المشاركة بالمهرجانات. البداية الفعلية ابتدأت من المسرح بالمهرجانات، مسرح الطفل، مهرجان مسقط، مسرح المدينة. فمن هنا ابتدت اكتشاف الموهبة مبدئيا كمذيع، وبعدها شوية بلشت تتطور شوي لحد ما وصلت لليوم. يعني تعرفت على ناس كثير، ناس صارت تدعمني والحمد لله رب العالمين. تعبت لحتى وصلت لهيدي المرحلة؟ كثير، طلعت روحي وما زلت أتعب في أي عمل أقدمه أو أي شيء بينزل لألي بتعب فيه كثير. ما في عمل يا أريج بالوسط الفني أو لا ما بتتعب لي. أنت اليوم لما عملتي برنامج بكل صراحة قديش تعبتي لجبتي معلومات عني. حلو، كلام جميل. نزار، بين الفن والتمثيل والغناء والإعلام أين يجد نزار نفسه؟ والله أنا حقيقة بشوف نفسي إعلامي أكثر، بحب التقديم وبحب الجمهور، وأنا عموما بحياتي شخصية اجتماعية كثير، صديق الجميع، بحب كثير الصداقات، بحب أكون مع الناس، بروح لأي شخص كان إن شاء الله بآخر العالم، لو ما صار أني أروح له بحكيه. ما شاء الله اليوم التواصل الاجتماعي واصل لمرحلة كبيرة، أنا بحب التقديم. بس الغناء والتمثيل هذه هي مجرد هواية، يعني أحيانا الشخص بيشتغل في شغلة بس هو عنده هوايات أخرى. بصراحة بشوف حالي مذيع أكثر. على سيرة الأصدقاء، أنك بتحب الأصدقاء كتير، مين أكثر الأصدقاء المقربين لإلك؟ هذا السؤال بده هارد ديسك لأنه عندي أصدقاء كثير. لا أنت بتورطيني بهالسؤال اللي في 3 4 5 6 7 8. راح شوفي مثلا، يعني بختصر لك بس يا رب اني ما بقول لك. يعني مثلا دائما في هذه الحياة في أصدقاء اللي هم كثير مقربين.
يعني مثلا ماجد العامري من الأصدقاء اللي كثير أحبه، أخ يعني قريب إلي كثير برجع له بسأله. حمد العامري اللي بيهتم في إطلالاتي دائما، يعني حمد العامري من الناس اللي أنا ممنون له كثير. أي وقت يا أريد أتصل فيه أريد يجهزني إن شاء الله منتصف الليل. فأمانة حمد كثير بشكره. الشيخ آغا، الشيخ محسن آغا، وقف معي وقفات وبفضل الله. أنا رحت الكويت، قعدت في الكويت. أستاذ فهد الكميل في الكويت عيشني في بيته وسط أهله، حسسني أن أنا مش جاي على بلد غريب. يعني تحياتي لأهل الكويت أكيد. كنت وسط عائلته، تخيلي أنا في رمضان كله أنا بالكويت. كل الاحترام. نزار، اسمك الحقيقي وليد وليس نزار، شو السبب قمت بتغييره؟ أنت الظاهر مشتغلة صح على البرنامج، جايبة معلومات. أنا أول مرة بنسأل هالسؤال على فكرة على برنامج، أو بنحط على إني لازم الحين نجاوب بكل صراحة. أنا اسمي وليد لما كنت صغير، هذا اسمي كان اللي هو الرسمي. عشت مرحلة صعبة في أيام اللي كان فيها وليد الصراحة، يعني الله يسامحك يا حنان. فأنا لما كبرت كان عندي عمل اتسميت فيه نزار، طبعا مسلسل. الناس مسكت الشخصية نزار، يعني صار اللي ما بيعرفني بيناديني نزار، صارت العائلة تناديني مثلا نزار، يعني أخوي محمد، قيس والباقين يسموني نزار. صارت المنطقة اللي بسكن فيها الحي كله نزار. شوي كبر الموضوع فخذيت هذا لقب الشهرة. نزار، خلينا نشوف التقرير التالي. في تقرير. بديتك بابا نزار حبيبي، دومك تبعت البسمة والرضا، دومك كافي ووافي وأصيل، ودومك خدوم، معروفة أنك يا أبوي اللي يجي عندك ما يرجع إلى هذا. أنت ما شاء الله عليك رجل أو شاب جميل وطيب. حبيبي ربي يحفظك يا ولدي، أنت عندي مثل قيس حبيبي في قلبي، ربي يحفظك ويسعدك يا أيمة. الفنانة الراحلة شمعة محمد رحمها الله ليست والدتك الحقيقية، وما هي الرسالة التي تحب توصلها لها اليوم؟ والله أريد لو في مجال أني أوصلها رسائل وصلت لها يعني، بس بتمنى من كل قلب أن الله يرحمها إن شاء الله ويغمد روحها الجنة. وهالموضوع الصراحة أنا بيتعبني نفسيا كثير أمانة. يعني أنا ماما شمعة تبنتني كثير، يعني بحاول أني بخلص هالسؤال بسرعة علشان ما يمكن ما أكفي معاش الحلقة. بس ماما شمعة يعني عشت معاها بصراحة حياتي كلها أمانة يعني. نترككم أعزائي المشاهدين مع فاصل بسيط، نعود لكم. نزار، هل أنت شخصية غامضة؟ لا بالعكس، أنا شخصية واضحة. أنا من الناس اللي ما حاط في بالي أنا مشهور أو أنا فنان أو أنا إعلامي. أنا عايش حياتي بسيطة جدا، بعمل إيش ما يخطر على بالك. يعني في كثير من الإعلاميين والفنانين ما بيطلعوا حياتهم الخاصة على السوشيال ميديا. أنا لا، أنا بطلع مثل ما أنا يعني بسوي كل شيء، برقص بغني، حالي من حال أي بشر. أنت إنسان ضعيف وحساس وحنون بنفس الوقت. أنا حنون نمبر 1 في الحنية، حنون حساس كثير 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 بمعنى الكلمة. يعني أريد أنا لو في عندي شغلة وهذه الشغلة موجودة عندك وحسيت شوية نوع بالذل أو بالإهانة، بتنازل عنها تماما. عندي يعني عزة النفس مش طبيعية. وضعيف لحظة الضعف نفسها، يعني حسب الموقف. أحيانا مثلا لا سمح الله بيصير موقف كثير صعب يا أريج، فأكيد بكون في ضعيف. نزار، ضعيف بمعنى أنه الناس اللي هاجموك أنت مش قادر تهاجمهم.
هي ضعيف، انك انت مو قادر ترد لهم الطعنه والضعف اللي اعطوك اياها انت، اللي قدموا لك اياها. هي يعني نقطه ضعفك، انت هون ضعيف. عريج لا انا اوكي بكون في وقتها صدمه، بس والله وحياتك برد الساعه ساعين بس بطريقتي انا، يعني ما بروح هاجم ولا بروح اعمل مشكله، لا خليها للايام. الايام اللي تجي من بعد ما انا كنت في هذيك اللحظه اللي فيها ضعف، برد لهم اياها صفعه تعرف انهم انا مش ضعيف. حلو. نزار، لماذا تعرضت لكثير من الهجوم والانتقادات انك تتصرف باسلوب بعيد عن الخشونه؟ يعني بالمحلي الدلع. انا في شخصيتي دلع. انا شوفي، انا بقول لك بختصر لك اياها، انا عندي كل شيء ولا ناقص حياتي شيء، مدلع نفسي بنفسي ولا محتاج منهم شيء. يعني انا في مره طلعت في مقطع بقلد فيه احلام، اذا بغيت عدوك يحتار البس له اصفر. يمين يسار. ما عندي اشغل بالي فيه. هاي مقولة حقيقية يعني. الله يرحمها، كان تدشين الأغنية اليوم الثاني على إذاعة مارينا اف ام، وجه تحية للشباب. أنا عملت هذه الأغنية قبل سنتين مع الأستاذ الموزع الموسيقي حمود الجابري، استوديو رتم، وجه له تحية. أهداني الأغنية معتصم البلوشي. الأغنية من كلماتي من ألحان معتصم. مفروض إنها تدشن على مارينا اف ام. ماني مقطع منها. أحس في قلبي حرقة مثل النار، بس تغيب عني دنياي تنهار. أغمض عيوني تطلع لي أرج بالأحلام، أفتح وأتخيل وجهك في كل مكان. شوف لنا طريقة واعطيني حال، 24 ساعة نكون ويا بعض. نزار، بنتشكرك لهالحلقة الرائعة رائعة جدا. طبعا وصلنا لمسك الختام، والصراحة كتير كتير كنا مبسوطين، وبنعتذر إذا عملنا لك أي إحراج أو أي إساءة بقلب البرنامج. نحن آسفين، بس الضرورة أحكام والجمهور بيحب يعرف. تعرف أنت. بنهاية هالحلقة يا عريج، شكرا جزيلا على هالاستضافة الجميلة. كثير انبسطت في هالحلقة الرائعة. بشكر أكيد فريق العمل اللي تعب على أساس أنكم تصوروا هالبرنامج. أتعبكم واضحة، من مسقط إلى صلالة ومن صلالة إلى مسقط. كان الله في عونكم صراحة. بقول لكل شخص في هذه الحياة، أعمل اللي يعجبك، ما عليك من الناس. يعني اليوم إذا أنت بتعمل شغلة وهذا الشغلة تنتظر فيها رأي الناس وبتضايق فيها حالك، ضيعت يوم من عمرك، واليوم اللي يروح من عمرك ما يرجع. لذلك عيش كل لحظة بسعادة مثل ما أنت تبيها، إذا أنت عندك ثقة بنفسك. يعطيكم العافية، أشوفكم على خير إن شاء الله.